كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة أول فيديو بإذن الله للبلح، لأن أنا هعمل معاكم أكتر من طريقة للبلح، فدي أسهل طريقة، وكمان دي هدية لكل ست موظفة مش هتلحق إن هي تنجز في البلح. هتعملي البلح بالطريقة الجميلة الحلوة دي، وكمان فيها سعرات حرارية عالية جدا. هتاكليها على السحور، هتصحي الصبح تبقي زي الجن كده. لو اول مره تشوفيني على القناه، انا مروه عبد الغني. هبدا معاكم بالطريقه بتاعتنا. معايا كده في البدايه نص كيلو من البلح. لازم تغسليه كويس جدا، لان بيكون معرض لاتربه، وفي بعض الناس بتخزنه في ماده معينه تحفظه من التسوس، فلازم نغسله كويس جدا جدا. بعد كده انا قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت النوى اللي موجوده جوه. جبت كميه البلح وحطيتها في بوله، وحطيت عليها ذره من الهبهان وذره من القرفه ومعلقه من السكر. نخلي بالنا هنا السكر مش كتير، لان هو اصلا مسكر. بعد كده هنجيب نص كيلو من الحليب، ويكون مغلي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ننزل بيه على البلح بتاعنا ونغطيه كويس جدا، ونقلبه زي ما شفتوا، ونسيبه كده في البولة بتاعته، يعني يستوي على بخار اللبن السخن. هيطلع معاكي مزبت جدا. هتسيبيه 3 ساعات، وبعد كده تطلعيه في التلاجة تحطيه يسقع. وبعدين نشوفه كده زي ما انتوا شايفين. البلح بيبقى لون المية بتاعته بيبقى بيج من بعد ما بيقعد فيها، بيتنقع الفترة اللي احنا بنحطها فيه. كل ما تخلي البلح يقعد في اللبن اكتر، كل ما بيبقى طعمه اجمل، ويبقى مزبد اكتر ومستوي يعني بشكل حلو جدا. بعد كده هنطلع زي ما انتوا شايفين، مستوي ومزبد وجميل جدا، والقيمة الغذائية بتاعته عالية، والسعرات الحرارية. البلح طبعا زي ما انتوا عارفين مفيد جدا للأنيميا، ومفيد جدا. بس بالنسبة للبنات اللي عايزة تتخن، ففعلا بيتخن. لانك لو تلاحظي بيجي اخر شهر رمضان البنات بتقول احنا تخنا مش عارفين احنا بنعمل ايه. فمن الواضح كده ان البلح هو اللي بيتخن زي ما انتوا شايفين. طبعا اسهل طريقة واسرع طريقة وحلوة جدا. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.